السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. حبايبي اللي بيتفرجوا عليا لأول مرة، لو عجبتهم القناة وعجبهم الفيديو ياريت يدعموني باللايك والاشتراك في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل فيديوهاتنا إن شاء الله. معانا هنا سلطات بتتقدم في المطاعم، بتبقى حلوة جدا جنب الأكلات وسهلة جدا في عمايلها. ودلوقتي وفي الوقت ده من السنة بيكون الخضار بتاعها متوفر. أول سلطة هنعملها سلطة الكول سلو، وديت من نوعين من الخضار، الجزر والكرنب. أي نوع كرنب حتى البلد اللي موجود دلوقتي ينفع لأنه في أحسن حالاته دلوقت. وممكن نجيب الكابوتشا الصيني. بنبشر الجزر معانا يا إما في المبشرة الناحية الرفيعة زي ما احنا شايفين كده، أو في الناحية التانية اللي هي الأضخم منها أو الأغلظ منها، او ممكن من الاتنين مع بعض. بنبشر جزرة من دي وجزرة من دي زي ما انت حابة. هنبشر بقى الكمية اللي معانا، وبعد كده هنجيب الكرنبة بتاعتنا، هنحاول نقطعها شكل الجزر كده، نفس التقطيعة، رفيع جدا. والورق بس يا جماعة، والعنق طبعا ما بناخدهاش معانا. بنحط بقى الجزر على الكرنب بتاعنا، وبنخلي الكرنب اكتر شوية من الجزر زي ما انتوا شايفين معايا كده. بنقلبه تقليبه حلوة كده. بنجيب بقى الصوص اللي احنا هنحط عليه ايه، بنحط عليه زبادي، اي نوع سادة انت بتحبيه، وبحطها في مصفى كده وبركنها شوية لحد ما تنزل منها ميتها. يا اما بتعملي معايا شبيه المايونيز ده، بجيب كوباية مية وقدها كوباية لبن، وبحط عليهم حوالي 3 معالق كبار دقيق، وعليهم معلقة كبيرة لبن بودر، وبرفعهم على النار لحد ما يتقل القوام معايا. بفضل اقلب طبعا، ما بسيبش الحلة ابدا من على النار. بحط شوية ملح، بفضل اقلب لحد ما يبقى قدامك القوام كريمي زي ما انت شايفة كده. بجيب بيضة باخد صفارها بس، بقلب كويس قوي قوي وبسرعة جدا اول ما احط البيضة. وبعد كده بضيف له معلقة خل كبيرة او حسب المذاق اللي انت عايزاه في الخل بالذات. لو ما بتحبيش الخل قوي ما تضيفيش خل كتير، يعني طبعا ما تدوقيه وتلاقي طعمه انت حباه. احنا بنعمل المايونيز ده يا جماعة على ايدينا علشان تعمليه على مزاجك انت، الملح اللي انت عايزاه، الخل اللي انت عايزاه، بالطعم اللي انت عايزاه، بالكمية اللي انت عايزاه. انا بقلب كده بقى، شايفين القوام معايا بقى كريمي وجميل ازاي، طعمه جميل وفي منتهى الجمال. الملح زي ما انا عايزه والخل زي ما انا عايزه. هنا بقى قدامك خيارين، يا اما تستخدمي الخليط اللي احنا عملناه دوت وتحطي عليه العسل وتحطيه على الخضار بتاعك، يا اما تعملي مزيج ما بين الزبادي والخليط اللي احنا عملناه. يبقى احنا عندنا 3 اختيارات هنا علشان تعملي السلطه دي. على الخضار بتحطي يا اما الزبادي لوحده مع العسل، يا اما بتعملي خلطة الشبيه المايونيز اللي احنا عملناها دي لوحدها برضو بالعسل، يا اما بتحطي خليط من الاتنين، الزبادي وشبيه المايونيز ده. وبالكمية بقى اللي انت عايزاها تبع كمية الخضار اللي عندك وتبع ما انت بتحبي الطعم. يعني افرضي ان انت ما بتحبيش الزبادي مع في الموضوع ده، خلاص بلاش زبادي خالص. بتحبي طعمها قليل، حطي قليل. بتحبي طعمها كتير، حطي كتير. حبيتي طعم الخليط اللي احنا عملناه اللي هو شبيه المايونيز ده اكتر، ممكن تحطيه لوحده زي ما قلنا. كله تبع رغبتك وذوقك. انا هنا عملت خليط من الزبادي والشبيه المايونيز اللي انا عملته ده، وبقلب كويس جدا لحد ما المكونات بتاعتي تندمج كويس مع بعضها. ببدأ احط العسل بتاعي واشوف برضو المذاق اللي انا حباه، وهبدأ اضيفه بقى للخضار بتاعي.
ويستحسن ان انت تضيفيه قبل الاكل مباشرة، او تاخدي كميات صغيرة. لو انت عاملة كمية كبيرة من الخضار وعايزة تحطيها في التلاجة مثلا وكده، بتاخدي منها كمية بكمية وتعملي منها في الوقت المطلوب بالظبط للاكل، بتضيفي عليها الصوص بتاعك ده. وبكده تبقى سلطة الكول سلو معانا جاهزة. مش قادرة اقول لكم على جمالها وحلاوتها، جربيها بنفسك وهتعرفي. وبالهنا والشفا. نيجي بقى لتاني نوع من السلطة، سلطة البابا غنوج او البتنجان. بنجيب معانا البتنجان زي ما انتوا شايفين كده، اي نوع انت حباه واي حجم انت حباه. ممكن تشويه في الفرن بتاع البوتاجاز، او ممكن تشويه على عين البوتاجاز زي ما انا بعمل كده، بس لازم تديله تشريحة خفيفة بالسكينة. ومعلش بقى هيوسخلك البوتاجاز شوية، لكن هيستوي معاكي بسرعة جدا، اسرع من الفرن، وهيبقى طري وجميل ولونه ابيض جميل. ممكن تنقي مثلا يوم هتغسلي في البوتاجاز، ممكن تعملي العملية دي وتشويه معاكي على عين البوتاجاز من فوق. بعد كده بنجيبه، اول ما بنخلص شويه بنشطفه بمية كده تحت الحنفية، علشان القشرة تبدأ تتخلع مني او تسيب معايا زي ما انتوا شايفين بكل سهولة كده. بقشرها بقى زي ما انتوا شايفين، ببدأ اهرسه بقى كويس قوي او اطحنه كويس قوي. في ناس بتطحنه في الكبة، انا بحب اهرسه بالشوكة لانه بيبقى مستوي معايا وجميل، فبيتهرس معايا بسهولة. بحط بقى شوية الملح بتوعي، بحط كزبرة مطحونة، بحط كمون، بحط معلقة او فصين توم مدقوقين ناعم، وكمان حبة طحينة زي ما احنا عارفين، وفص ليمون. بنتي اللي بتساعدني هنا فيه قلت لها اعمليه، وكمان شوية خل. وبنضرب بقى كويس قوي كل المكونات مع بعضها. ولو عايزة بقى تحطي فلفل حار معاكي بتحطي، او فلفل حلو بتحطي، بتزينبي شوية خضرة كده في الاخر. وبالهنا والشفا. وبكده يبقى عملنا نوعين السلطة بتوعنا، يا رب يكونوا عجبوكم. ما تنسونيش بقى يا جماعة باللايك والشير والاشتراك في القناة ودعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.